سألت ليلة النصف من شعبان. النهاردة خلي بالك من مغرب النهاردة للفجر، الليلة دي فيها حاجة بس واحدة خصصت في الإسلام. ما تقوليش أصلي قيام الليل، مفيش كلام ده. مفيش عبادة مخصوصة ثبتت في حديث صحيح في هذه الليلة من دلوقتي للفجر. لكن انت ليك عبادة، تقرأ قرآن اقرأ، انت بتصلي الليل عادي صلي عبادتك زي ما انت، ما تعملش حاجة جديدة وتقول اصل دي ليلة ايه، لا مفيش، هتبقى مبتدع وبتعمل بدعة ولا ترد عليك. خليك انسان طبيعي. طب ايه اللي مطلوب منك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ماجه: إذا كان ليلة النصف من شعبان فإن الله تعالى يغفر لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. وعند مسلم من حديث أبو هريرة يقول: تعرض أعمال الناس يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبد بينه وبين أخيه شحناء يقال اتركوا هذين حتى يصطلحا. يبقى الليلة دي اللي احنا فيها انت لسه عندك، خلي بالك، وقت. انت لسه عندك وقت لمغفرة الله سبحانه وتعالى النهاردة. لكن في شرطين بيمنعوا المغفرة دي. الشرط الأول هو ايه؟ الشرك بالله. والشرك منتشر في الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكلمة الشرك دي ما تفتكرش اللي انت بتسجد لصنم، لا. الذبح لغير الله شرك، النذر لغير الله شرك، اعتقاد ان الكوكب هو اللي بينزل المطر شرك، تعليق التمائم شرك، التشاؤم شرك، الخرزة الزرقاء والجزمة اللي بتحطها في التنية من ورا شرك، والشبكة اللي انت بتظن اللي هي بتمنع عنك العين شرك. فوق بقى الخرزة الزرقاء دي في الحلقان وفي الخواتم شرك، الذهاب للعرافين والدجالين وتصديقهم شرك، السحر شرك، في كتير. توب من كل ده دلوقتي وانت قاعد معايا. خلاص؟ طيب ايه الشرط الثاني؟ يبقى اذا السلامة من الشرك الاكبر والشرك الاصغر، وهذا يعلمك يفهمك اهمية دراسة التوحيد والعقيدة. ماشي؟ الشرط الثاني السلامة من المشاحنة. مسألة المشاحنة دي بقى تحتاج للتفصيل وافهم معايا. في مشاحنة لسبب ديني، يعني انت مخاصم واحد او مشاحن واحد او انت بتكره واحد بسبب الدين. يعني ايه الكلام ده؟ هو كافر او مشرك او منافق، انت لما تخاصمه فيها حاجة دي؟ لا مفيش حاجة، دي ما فيهاش حاجة. يبقى لما تخاصم واحد كافر او واحد مشرك او واحد صاحب بدعة بيدعو اليها وتجتنبه وتخاصمه، الليلة دي ربنا ما يغفرلكش؟ لا ملهاش علاقة خالص، ده بالعكس، ده واجب عليك تعمل كده، ده واجب عليك تعمل كده. هيخش بقى في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الحب في الله والبغض في الله. يبقى لو واحد كافر او واحد مشرك او واحد صاحب بدعة وانت خاصمته، انت شحنته، انت كرهته، ده واجب عليك تعمل كده، وملهاش علاقة بالليلة النهاردة، ربنا برضه يغفر لك. يبقى دي المسألة الايه؟ الأولى. طيب في مسألة تانية، المشاحنة بسبب أمر دنيوي بس أمر مقبول. يعني إيه الكلام ده؟ يعني واحد ظلمك ظلم كبير، واحد سرقك، واحد كل مالك، واحد كل ورثك، يجوز تخاصمه؟ يجوز تخاصمه. طب لو خاصمته ربنا سبحانه وتعالى ما يغفرلكش الليله دي؟ ايوه يغفر لك، ايوه يغفر لك، عشان هو ظلمك. هو امر دنيوي بس امر دنيوي مقبول عند العلماء، لكن العلماء بيقولوا الاجر بيقل، المغفره ما بتبقاش ايه؟ ما بتبقاش كامله. طيب واحد انت مخاصمه لامر دنيوي غير مقبول، يعني ايه؟ للدنيا بقى، تحقد عليه، تحسد عليه، هو احسن منك، هو اغنى منك، القصه اللي انت مخاصم واحد عشان حاجه بتاع الدنيا، بتاع الدنيا، ده اللي ربنا سبحانه وتعالى بقى ايه؟ ده اللي اسمه مشاحن، اللي ربنا سبحانه وتعالى يغفر للناس كلها الا ده. لذلك بنقول ايه؟ نطهر قلوبنا يعني من ايه؟ من هذه الامراض.
فهذه فرصة أن يغفر الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن في ليلة في شعبان ربنا سبحانه وتعالى بيرفع فيها الأعمال السنة. أنهي ليلة؟ الله أعلم، الله أعلم. لكن هل أنت تظن لو أنت تختار أنت ليلة تختار إيه؟ هي اللي أنت فكرت فيها دي. لكن هي مش يقينا أبدا، لكن وارد اللي الليلة دي تبقى إيه؟ تبقى النهارده. هتطلع بقى يقول له لا دول اخرهم دول. ليه؟ عشان متخاصمين مع بعض. صعبه قوي، خلي بالك. عديها لله سبحانه وتعالى.